أهلا بكم في ما وراء العلاقات. مش كل اللي بنشوفه في العلاقات هي الحقيقة. كتير من التصرفات بيكون وراها أسباب خفية ورسائل محدش بيلاحظها. تعالوا نكتشف الحقيقة، لأن دايما في شيء ما وراء العلاقات. كل بنت بعد الانفصال بتسأل نفس السؤال: أعمل إيه عشان يحس بقيمتي؟ أعمل إيه عشان يعرف إنه خسرني؟ والإجابة اللي الناس كتير بتدور عليها هي تخليه يغير، تخليه يندم، تخليه يرجع. لكن الحقيقة في حاجة واحدة أهم من كل ده، ولو عملتيها حتى لو مرجعش انت اللي هتكوني كسبانة. احنا ساعات بنقضي وقت طويل بندور على طريقة نغير بيها شخص تاني، وننسى ان الشخص الوحيد اللي نقدر نغيره فعلا هو نفسنا. وده مش كلام تنمية بشرية، دي حقيقة. الحاجة الوحيدة هي نفسنا. ارجعي لنفسك، ارجعي لهواياتك، لشغلك، لدراستك، لصحتك، لصحابك، وللنسخة اللي كانت موجودة قبل العلاقة. لأن أكبر خسارة مش إن حد يسيبك، أكبر خسارة إنك تسيبي نفسك. ليه ده بيعمل فرق؟ لأن الإنسان بطبيعته بيلاحظ قيمة الشيء لما يشوف صاحبه بيعيش حياته بثقة واتزان. لكن المطاردة المستمرة فغالبا بتوصل رسالة إن حياتك متوقفة على وجوده، وده بيضعف موقفك بدل ما يقويه. الغلطة اللي ناس كتير بتعملها بعد الانفصال، كل التفكير بيبقى أنزل صورة، أبعت رسالة، أخليه يغير، أفضل أحط في حالات بتكون كلها متجهة ليه. لكن السؤال الأهم هو: أنا دلوقتي إيه اللي محتاجاه عشان أرجع أقف على رجلي؟ ولو مرجعش، لأنه يمكن ما يرجعش وده وارد، لكن لو اشتغلتي على نفسك هتكسبي في كل الأحوال. هتخرجي أقوى، أهدى، أوعى. وساعتها مش هيبقى أهم السؤال اللي عندك هو هيرجع خالص. أهم السؤال هيبقى: هل أنا أصلا عايزة يرجع؟ مش كل اللي بيسيب حد بيرجع يندم عليه، ومش كل اللي يندم بيرجع، لكن كل إنسان بيرجع لنفسه بيكسب. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتقع فيها من غير ما تاخد بالها. لبعض الناس بيحبوا اللي بيبيعهم وبيزهقوا من اللي بيحبهم. صدقوني الإجابة هتغير طريقة نظرتكم للعلاقات. أنا اسمي دودو، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، لأن لسه في أسرار كتير ما وراء العلاقات.